هو بيتفرج على نفسه؟ لو اللاعبين يعرفوا يعني لو يعني هو بعد الماتشات بيتفرج طبيعي زينا على نفسه؟ إنه محمد أبو تريكة أحد أفضل اللاعبين داخل القارة الإفريقية فنيا ومهريا وأدبا وخلقا، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. قال عنه أريون روبن بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: شعرت أن زين الدين زيدان داخل الملعب. وبعد الأداء العظيم اللي عمله محمد أبو تريكة 2008 في كأس القارات، قال عنه كارلوس دونجا مدرب البرازيل إن محمد أبو تريكة لاعب ذكي جدا ويمتلك صفات لا يمتلكها إلا لاعبي الصفوة. قال عنه كمان كاكا لاعب هنا ريال مدريد ومنتخب البرازيل وقتها إن أبو تريكة لاعب رائع ويمتلك هنا فنيات لا يمتلكها إلا اللاعبين الأوروبيين. قال عنه كمان جوارديولا أعظم مدرب في التاريخ إن أبو تريكة لو كان اتولد في أسبانيا أو لعب في أوروبا كان هيكون من ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم. قال عنه كمان جوزيه مورينيو إن أبو تريكة ظلم نفسه بالبقاء في أفريقيا ولكنه صنع المجد مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي. كمان مورينيو قال إن أبو تريكة هو البديل الأنسب لويسلي شنايدر في الإنتر. قال عنه كمان زين الدين زيدان إن أبو تريكة يمتلك عقلية رائعة وبيقدر هنا يقرأ الملعب قبل ما توصل له الكرة، وكمان بيقدر كمان يدي ثقة إضافية لزملائه في الملعب. وما نقدرش ننسى طبعا تصريح تشافي هرنانديز لاعب برشلونة لما قال لك إن أبو تريكة أفضل لاعب عربي شاهدته على الإطلاق. نشأ محمد أبو تريكة في نادي الترسانة وقادهم إلى الدوري الممتاز عام 2001-2002 بعدما أحرز 28 هدف، وده كان رقم كبير قوي بالمناسبة في دوري الدرجة الثانية. انتقل محمد أبو تريكة إلى النادي الأهلي في منتصف موسم 2004 وأحرز أول هدف ليه قدام الاتحاد السكندري، وهنا كانت البداية العظيمة لأمير القلوب محمد أبو تريكة. ورغم ان محمد ابو تريكة انتقل في منتصف موسم 2004 للنادي الاهلي الا انه احرز 13 هدف، وده طبعا كان رقم كبير قوي وقتها للاعب منتقل في نصف الموسم. في 2008 تعرض محمد ابو تريكة لاكبر ظلم تاريخي داخل القاره الافريقيه بعدم حصوله على الكره الذهبيه، وحصول هنا ايمانويل اديبايور وقتها على الكره الذهبيه، رغم حصول محمد ابو تريكة على دوري ابطال افريقيا وكاس السوبر الافريقي والدوري المصري وكاس مصر وكأس الأمم الأفريقية، رغم كمان إن محمد أبو تريكة كان هداف الكأس الأمم الأفريقية، وبرغم كده خسر هنا سباق الكرة الذهبية داخل القارة الإفريقية وسط هنا دهشة الحضور جميعا. محمد أبو تريكة فعلا كان أحد أعظم اللاعبين أدبا وخلقا، ودي حاجة قليلة قوي بنشوفها دلوقتي في لعيبة كرة القدم. وأول هنا بنتكلم عن أفعال الخير ونتكلم هنا عن تجارة أبو تريكة هنا مع الله، فما نقدرش هنا ننسى تصريح مصطفى عفروتو الشهير: كابتن محمد ابو تريكة انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده ممكن يزعل مني فيه، والله العظيم كان بيديني فلوس اوصلها الناس عندنا في الزاويه، كان بيديني فلوس وانا مخلص تمرين كده يقول لي عفروتو اعمل كذا كذا، والله العظيم. كمان خليني اقول لك كده معلومه محدش هيعرفها كتير، ان الزمالك ما قدرش ياخد بطوله الدوري غير لما ابو تريكة اعتزل. خليني اقول لك ان محمد ابو تريكة فعلا كان لعيب تقيل فنيا ومهريا تقيل قوي، وكان بيقدر هنا يخلص لك ماتشات متعقربه وماتشات متقفله كتير قوي. محدش طبعا يقدر ينسى هدفه في كاس مصر 2007 اللي رجعنا للمباراه تاني وقدرنا نفوز بكاس مصر بنتيجة 4-3. ومين طبعا يقدر ينسى هدف ابو تريكة في كأس الأمم الأفريقية 2008 اللي قدر هنا يجيب لنا البطولة الأفريقية بسبب هدفه في الدقيقة 90، وطبعا الجملة الشهيرة سونجو زيدان. خليني اقول لك يا صديقي ان احنا محتاجين دقايق وساعات وايام كتير قوي عشان نتكلم عن واحد بعظمة هنا وقيمة ابو تريكة، ولكن احنا كنا محظوظين قوي ان احنا هنا عاصرنا هنا لاعب زي محمد ابو تريكة، لاعب هنا عالي فنيا ومهريا وخلقا وادبا، فاحنا محظوظين طبعا ان احنا هنا عاصرنا لاعب بقيمة ابو تريكة، الماجيكو امير القلوب محمد ابو تريكة. ابو تريكة الكل الملعب